الزمالك بيقدم أسوأ فترة في تاريخه. نتائج ولا أسوأ ولا يعني حاجة زفت الزفت. والأهلي كمان بيقدم فترة من أسوأ فتراته، بيقدم نتائج أسوأ مما يكون. طيب إيه السبب؟ السبب زيزو في الزمالك والشناوي في الأهلي. بصراحة كده ومن الآخر، واللي يزعل يزعل. كتير طلعوا قال لك تجديد لزيزو والعرض بتاع زيزو مش هيأثر على أوضة اللبس بتاعت نادي الزمالك، والتجديد بتاع الشناوي مش هيأثر على أوضة اللبس بتاع النادي الأهلي. إنما بالعكس، كل اللعيبة في مصر مش في الأهلي والزمالك بس مستنيين يشوفوا زيزو هيوقع بكام والشناوي هيوقع بكام، وكله مش مركز غير في الملايين اللي هيطلبها بعد توقيع زيزو والشناوي. ناس كتير طلعت وقالت لا، لعيبة الزمالك قالوا زيزو ياخد اللي هو عايزه. لعيبة الزمالك لما طلعت واتكلمت، للأسف بعض اللعيبة اللي مش ناضجة ولا واعية زي دونجا وحسام عبد المجيد طلعوا مع رامز. يعني دونجا قال لك زيزو ياخد 100 مليون وانا اخد 50 مليون. حسام عبد المجيد اللي لسه طالع امبارح يقول لك وانا اخد 20 مليون. وتيجي تقول لي تجديد زيزو ما اثرش على اوضه اللبس؟ اللعيبه كلها مش مركزه انها تكسب، كله مركز يلا زيزو هتمضي مش هتمضي، هتاخد كام مش عشان كله يطلب بعد كده الملايين اللي هو عايزها. هتدفعوا لزيزو 100، هناخد 80، هناخد 70، هناخد 50. ونفس الموضوع مع الشناوي. كان الاول امام عاشور هو اعلى عقد في النادي الاهلي، دلوقتي الشناوي بيقول لك وقع واعلى فئه في النادي الاهلي. اللعيبه كلها عايزه تاخد ملايين. فهمت ليه لعيبه نادي الزمالك بتنزل الملعب مش مركزه ايا كان مين اللي بيلعب. عرفت ليه لعيبه النادي الاهلي هم كمان مش مركزين. كله بيدور على الملايين، مش مهم النادي. للاسف الشديد كلنا عارفين ان زيزو فعلا مخلص لنادي الزمالك، وزيزو بيحب نادي الزمالك. بس المشكله مش في زيزو، المشكله والد زيزو الاهلاوي. كل عارف ان والد زيزو اهلاوي، وزيزو نفسه كان اهلاوي. بس زيزو لما راح الزمالك خلاص اخلص لنادي الزمالك. اما والد زيزو فهو نفسه يشوف زيزو بيلعب في النادي الاهلي، عشان كده بيحاول يبوظ اي تفاوض بين ادارة الزمالك وبين ابنه زيزو. الموضوع لو ما انتهاش سواء برحيل زيزو او بالتجديد لزيزو، الموسم ده مش هيكون فيه حاجة اسمها نادي زمالك بالوضع ده. كل اللعيبة مستنية زيزو، كل اللعيبة بتنزل تلعب، مش زيزو بس اللي مستني التجديد، لا كل اللعيبة في نادي الزمالك مستنيين زيزو يجدد.